هكذا بدت مدينة سرت عقر دار تنظيم داعش في ليبيا بعد سيطرة القوات الحكومية على مينائها، سيطرة كاملة على الميناء وأحياء سكنية تقع شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش قتل فيها 11 عسكريا وأصيب 35 جريحا في صفوف القوات الليبية، أغلبها من نيران قناصة الدواعش. القوات العسكرية تقدمت بسرعة لم يتوقعها مراقبون، بالنظر إلى أن قوات حفتر تقول بأنها تقاتل ما يزيد عن عامين، وعلى الرغم من أن ألغام ومتفجرات وقناصة تحول دون سرعة التقدم. وكانت قوات البنيان المرصوص تقدمت الأسبوع الماضي إلى أطراف مركز سرت بعد شنها هجوما مضادا ضد التنظيم الشهر الماضي، وأجبرته على التراجع على امتداد الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت. في الأثناء لا تزال قوات حكومة الوفاق الوطني تخوض معارك عنيفة مع عناصر التنظيم على بعد نحو كيلومترين من قاعات واغادوغو وسط المدينة، معارك تستخدم فيها الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة باتجاه مواقع التنظيم وسط المدينة وشمالها. وتحت أصوات السلاح باتت المدينة شبه خالية من أي جولان، تدور الاشتباكات وجها لوجه مع عناصر التنظيم ومن دار إلى دار، وهو ما أوضحته صور حصرية لقنوات محلية. على المقلب الموازي تمكنت قوة أخرى متحالفة مع البنيان المرصوصة مكلفة بحراسة المنشآت النفطية من طرد داعش من الشرق بعد بسط سيطرتهم بالكامل على هراوة 70 كيلومتر شرقي سرت على الطريق الرابط بينها وبين النفلية وبن جواد المحررة مؤخرا، ويستعدون حاليا لاقتحام سرت من الجهة الشرقية في الساعات المقبلة.